السيدة بالخرشوش صباح. عنوان التحدي والعزيمة، وينطبق عليها مثل تولد الأقدار الجميلة من رحم المعاناة. فرغم طلاقها وتحملها لمسؤولية كبيرة، إلا أنها لا تمل ولا تكل في ذلك، حيث تقطن ببلدية الدريعة دائرة ثورة وتعيش ظروفا حياتية قاسية. تسكن بمعية أولادها الثلاث بمسكن أقل ما يقال عنه أنه سكن، حيث تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة. السلام عليكم. أتمنى توصلوا كلامي إن شاء الله للوالي، المسؤولين يجيو يعاونوني في السكنة لوليداتي. القوت يأتي به ربي سبحانه، بصح هاد السكن انضريت. وليداتي أبسط الحقوق عند ربي، تلقى ما كانش يروح كراساتهم مطيشين. يحفظها وكيفاه يحفظ. عايش مع النمالة، نعودو ناكلو كيما هاكا الحشرات تطيح علينا، تصب علينا المطر. نهربوا الكوانا، الباسينات، تلاقوا الباسينات. واش راح نقول خويا، الباب حتى كي في الليل، الباب أبسط الحقوق تلقاه نوّض صب تلقاني وليداتي. إحنا هاكا. واش راح نقول لك، مضرارة ما نكذبش عليك، مضرارة من جهة السكن مضرارة، وسيرتو وليداتي. وليداتي يروحوا أبسط الحقوق ما عندهمش، دار يرقد وحده ولا يحفظ وحده، وبنتي صبية سنة عقب البيام. واش راح نقول لك، ماشي لاقية راحتها، ماشي لاقية راحتها. هاكي تشوف كل شي على عينيكم، شوف النمالة. السيدة صباح تكاد تشقى وتسعى للحصول على قوت يومها بشتى الطرق لتعيل أبنائها الثلاث، والذين رغم الظروف القاسية إلى أن نتائجهم الدراسية تعكس وضعهم تماما، إذ أنهم متفوقون في دراستهم وبامتياز. هذاك الدوسي تاع السكن درتو. نستنى في المير ولا الأعضاء تاعو ولا الوالي ولا إن شاء الله يشوفوا حالتي ويعاونوني في السكن. الدوسي راني مدايرته من 2020، يجيو يشوفوا بصح النتيجة يجيب ربي، ما كان حتى شي. البناء ريفي واللي يقول لك ما عنديش، ما كانش لا بلاصة لا عندي الرجال اللي يبنوا باش يعاونوني باش ندير السكن الريفي. السيدة صباح بالخرشوش تناشد السلطات المحلية للنظر في وضعيتها، وهذا ما ترجوه متعففة عن أي حاجة أخرى غير السكن الاجتماعي. نشكركم على الزيارة، إن شاء الله توصّلوا تكونوا أنتم فاعلين خير ودلّالين خير، توصّلوا كلامي إن شاء الله للوالي، للمير، اللي يحب يعاوننا إن شاء الله في وليداتي، في سكن. برك انضريت ما نكذبش عليك، ما نكذبش عليك. القوت يأتي به ربي سبحانه، الحمد لله نضرب في ذراعي، نبيع في الشخشوخة، ندير، بصح في السكن انضريت، أبسط حقوق عند ربي ما كانش، ما نكذبش على خويا وبصح انضريت.